السلام عليكم خوتي واخواتي، مرحبا بكم في النشرة الكاملة ديال إيطاليا بالعربي. اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، ومعاكم النشرة الكاملة ديال اليوم عندنا أخبار كثيرة بزاف. نبداو من إيطاليا، نمشيو لأوروبا، ونوصلوا للعالم العربي. ديروا بالكم مزيان لأن فيه نقاط مهمة خاصكم تعرفوها، خصوصا إذا كنتوا تخدموا ولا عندكم أولاد في المدارس ولا كترسلوا فلوس لعائلاتكم. هذه هي النشرة الكاملة ديال اليوم. أول خبر وهو مهم بزاف لأي واحد ساكن في إيطاليا: الانتخابات البلدية. البارح دارت الانتخابات في حوالي 750 بلدية على مستوى إيطاليا بكاملها، وكمان في 18 مدينة كبيرة أهمها ميلانو، روما، تورينو، فلورنسا وغيرهم. النتائج الأولية بدأت تخرج، والخبراء يقولوا باللي اليمين الإيطالي هو المستفيد الأكبر من هذه الانتخابات. في البندقية يعني فينيسيا ظهرت نتائج مفاجئة، وكذلك في ريجو كالابريا سيغانوغ. أما في ميلانو وروما اللي هي أكبر مدينتين في إيطاليا، القصة ما كملتش بعد، غادي تكون جولة تانية. ليش هادشي مهم لينا كمغاربة وكمهاجرين؟ لأن البلديات هي اللي بتحكم في خدمات اليومية ديالنا، مكاتب التسجيل، المدارس، السكن الاجتماعي والمساعدات. إذا تبدل الرئيس البلدي في مدينتك، ممكن تتبدل المواقف من هذه الخدمات. خاصكم تتبعوا النتائج الكاملة اللي غادي تخرج الأسبوع الجاي. الخبر الثاني: الحر الشديد. خواتي، الجو اليوم مزعزع في إيطاليا. دولة الطقس يعني البروتيزيوني تسيفيلي أصدرت اليوم إنذارات ل 12 مدينة إيطالية كبيرة. المدن ذات الإنذار البرتقالي هي بولونيا، بولزانو، بريشا، فلورنسا، فروزينوني، بيروجا، رييتي، روما، تورينو، تريستي، البندقية وفيتيربو. وكمان 5 مدن بالإنذار الأصفر زي ميلانو، جينوا وفيرونا. ما الإنذار البرتقالي يعني ماذا؟ يعني درجات الحرارة غادي توصل ما بين 35 و 40 درجة وربما أكثر. الأطباء صلاح العامة يقولوا ما تخرجوش من الساعة 12 الظهر حتى الساعة 4 العصر. هذا مش كلام عابر، فرنسا وحدها هذا الأسبوع سجلت 8 وفيات بسبب الحر. الموج الحار هذا قادم من شمال إفريقيا، وغادي يضرب أوروبا بكمالها لحين نهاية الأسبوع. خصكم تشربوا ماء كثير حتى بلا عطش، تلبسوا حوايج فاتحة، وتحافظوا على الكبار في السن والأطفال. القانون الإيطالي كذلك يحمي العمال في الحر. إذا درجة الحرارة فاقت 35 درجة، لصاحب الخدمة يوفر ماء وظروف مناسبة، وإلا يخالف القانون. الخبر الثالث: إلكترولوكس وأزمة الشغل. خبر صعب على الناس اللي يخدموا في الصناعة الإيطالية. شركة إلكترولوكس اللي هي من أكبر شركات الأجهزة المنزلية في العالم أعلنت على خطة جديدة هذا الأسبوع. الخطة تقضي بإغلاق كامل لمصنع من مصانعها في إيطاليا وتقليص عدد العمال في 4 مصانع أخرى. المجموع الكلي ديال الناس اللي غادي يكونوا في خطر الطرد هو 1799 موظف. هذا الرقم كبير بزاف، ويعني عائلات كتيرة ممكن تتأثر. الوزير الإيطالي ديال الاقتصاد أدولفو أورسو صرح باللي الخطة هذه مقبولاشي ولن تمر هكذا. قال باللي الحكومة ما غاديش تسمح بهذا الوضع بلا مفاوضات حقيقية. غادي يكون اجتماع مهم في 15 يونيو بين الحكومة والشركة والنقابات. لمن يخدموا في إلكترولوكس أو في شركات مشابهة، خاصكم دابا تتواصلوا مع النقابة ديالكم، لأن النقابة هي اللي غادي تدافع عليكم في هذا المفاوضات، والنقابات في إيطاليا قوية بزاف. الخبر الرابع: ما يقع بين إيران وأمريكا والشرق الأوسط. الوضع معقد ومتشابك. في الأيام الأخيرة، الجيش الإسرائيلي والأمريكي ضربوا عدة مواقع في إيران. إيران بدورها قالت باللي غادي ترد، ولكن في نفس الوقت المفاوضات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران تتواصل. ترامب قال باللي الأمور سيرة، ولكن ما بغاش عاجل في أي اتفاق. من طرف أوروبا، رئيسة المفوضية الأوروبية فوندر لاين رحبت بأي تقدم في الملف النووي الإيراني. ليش هادشي يهمنا نحن اللي ساكنين في إيطاليا؟ أول حاجة، مضيق هرمز اللي يمر عليه الجزء الأكبر من نفط العالم. إذا تعقدت الأمور أكثر، أسعار البنزين والطاقة في أوروبا ممكن تزيد من جديد. وثانياً، الوضع في لبنان وغزة مرتبط بهذه الديناميكيات كلها. نتمنى تنتصر الدبلوماسية. الخبر الخامس: أوكرانيا وروسيا. الحرب تتواصل وما فيهاش أفق قريب للحل. آخر تطورات: روسيا شنت ضربات جديدة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، الدرونات، على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مدن أخرى. الجانب الروسي قال باللي هذا رد فعل على ضربات أوكرانية سابقة ضربت مناطق روسية. حرب الدرونات أصبحت هي الوجه الجديد لهذه الحرب. بدل الجنود، رهابيل صغيرة وغالية تضرب المدن.
الرئيس ترامب أرسل رسالة مباشرة لبوتين يطالبه فيها بوقف الحرب والجلوس للمفاوضات. المفاوضات اللي كانت مرتبة في مدينة اسطنبول بتركيا ما خرجت لحد الساعة بأي نتيجة ملموسة. أوروبا تواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماليا. الحرب هذه كلفت مليارات اليورو على أوروبا، والتضخم اللي عشناه السنتين الفائتتين كان جزء منه بسببها. الخبر السادس: بلجيكا، خبر حزين من قلب أوروبا. صباح اليوم وقعت كارثة في بلجيكا حين قطار يسير بسرعة كبيرة اصطدم بعنف بحافلة مدرسية في تقاطع على مستوى السكة الحديدية. الحصيلة الأولية 4 ضحايا على الأقل، وعدد من المصابين لا زالوا في المستشفى. الحافلة كانت فيها أطفال ذاهبين للمدرسة. أسرة التحقيق البلجيكية انطلقت فوراً لمعرفة الأسباب، وش كان عطل في الإشارات، وش كانت إهمال من السائق. هذا النوع من الأخبار كي يضرب قلب كل واحد عنده أولاد، لأن صباح موصل ولدك للحافلة المدرسية يبقى معاك طول النهار. ربي يرحم الضحايا ويعطي الصبر للعائلات. الخبر السابع: إيطاليا تفخر، فيراري لوتشي. خبر غير سياسي وغير حزين، خبر إيطالي بامتياز يستاهل نتكلم عليه. اليوم شركة فيراري الأسطورية، رمز إيطاليا في العالم، كشفت رسمياً على أول سيارة كهربائية في تاريخها، اسمها لوتشي، يعني الأضواء بالإيطالي. السيارة ذات تصميم خيالي وأداء يقال باللي يتنافس مع أقوى سيارات فيراري التقليدية. والأكثر من هذا، الرئيس الإيطالي ماتاريلا نفسه حضر الحفل وركب في السيارة أمام الكاميرات. الإيطاليون فخورين بالزاف بهذه اللحظة، وهادشي يفتح نقاشا مهما. وش السيارات الكهربائية غادي تبدل تجربة القيادة الإيطالية؟ وش فيراري كهربائية ممكن تعطيك نفس الإحساس ديال الموتور التقليدي؟ الجواب راهو في المستقبل. الخبر الثامن: من نابولي خبر يقلق بزاف، شيء صعب تقوله ولكن خاصنا نتكلم عليه. طفل عمره 12 عام في مدينة نابولي، والده طعنه بسكين داخل الدار. الأب نفسه بعد ذلك حاول ينحر في نفسه. الطفل وصل للمستشفى في حالة حرجة. الشرطة الإيطالية اعتقلت الأب وفتحت تحقيقا. هاد نوع من الأخبار صعب بزاف، لأنه يذكرنا باللي الخطر مش دايما جاي من برا. الدار المفروض تكون أأمن مكان على كل طفل. في إيطاليا إذا حد يعرف عيلة تعاني من هاد نوع من المشاكل، عنف داخل الدار، كاين خدمات اجتماعية ومراكز ديال المساعدة. الرقم الوطني ديال العنف ضد الأطفال في إيطاليا هو 19696. نتمنى يشفى هذا الطفل ويلقى الأمان اللي يستاهل. الخبر التاسع: ميلانو، إيبولا. خبر مطمئن الحمد لله. كان فيه قلق هذه الأيام الفايتة بعد ما مسافرين رجعوا من أوغندا، وهي بلاد في أفريقيا كان فيها تفشي لمرض الإيبولا. السلطات الطبية الإيطالية داروا عليهم الفحص في مستشفى ساكو في ميلانو، اللي هو من أكبر المراكز الطبية ديال الأمراض المعدية في إيطاليا. النتيجة جات سلبية، ما فيهاش إيبولا. وزارة الصحة الإيطالية أكدت هادشي وقالت باللي ما فيه خطر على العموم. هذا خبر مريع لينا تريما، خصوصا اللي عندهم روابط مع أفريقيا جنوب الصحراء. الخبر العاشر: ملايين المسلمين في مكة المكرمة. اليوم واحد من أهم أيام الحج. ملايين الحجاج من كل أنحاء العالم، من المغرب وإيطاليا والجزائر وتونس وتركيا وإندونيسيا وكل مكان، مجتمعين في مكة المكرمة ليؤدوا مناسك الحج. هذه السنة الأعداد وصلت لأرقام قياسية، يقال باللي أكثر من 2.5 مليون حاج. هذا مشهد روحاني جميل يذكرنا بوحدة الأمة الإسلامية وبقدرة الإنسان على الإيمان والتضحية. لمن عندهم ناس يؤدون الحج هذه السنة، ربي يتقبل منهم ويرجعوا بالسلامة لعائلاتهم. ربي يتقبل من الجميع. الخبر 11: كوريا الجنوبية، كارثة بنية تحتية. من الجانب الآخر من العالم، فمدينة سيول العاصمة الكورية الجنوبية جسر كبير فوق طريق رئيسي انهار فجأة في وضح النهار. الهدم المفاجئ خلف على الأقل 3 ضحايا، وعدد من المفقودين لا زالوا يبحثون عليهم. فرق الإنقاذ والكلاب المدربة كتخدم على اشتداد للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. السلطات الكورية فتحت تحقيقا فوريا. هذا النوع من الكوارث كيذكرنا بشي مهم: الصيانة المنتظمة للبنية التحتية مش رفاهية، هي ضرورة. الجسور، الطرق، الأنفاق خاصهم مراقبة ومتابعة مستمرة. نتمنى يكون عدد الضحايا محدودا. الخبر 12: الرياضة. نختمه بشيء خفيف. فرولان جاروس في باريس، البطولة الكبرى ديال التنس على الملاعب الترابية. يانيك سينر، اللاعب الإيطالي ورقم 1 في العالم، بدأ اليوم مشاركته الرسمية. سينر في قمة